بسم الله الرحمن الرحيم. بلي عبد الله، رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب. احنا اليوم كنشاركوا في المعرض الدولي اليتيس للدورة السابعة، اللي هو واحد التظاهرة كبيرة بزاف، نظرا يعني المستوى اللي وصل له الصيد بصفة عامة في المغرب. والحمد لله هذا المعرض ديال هذه الصيغة في الدورة السابعة ديالو يعني واحد الصيغة كبيرة، واحد رونق كبير، وكاين بزاف ديال التغييرات فيما يخص هذه الدورات اللي فات. بالنسبة لهذه الدورة هذه عرفتها المشاركة ديال واحد العدد كبير ديال البلدان، سواء الإفريقية ولا الأوروبية ولا الآسيوية ولا الأمريكية، وهذا كيكون واحد الشرف كبير للقطاع ديالنا. حنا كصيادة تقليديين اللي حنا فعلا كيعتبر هذا من بين الركائز ديال تبادل التجارب مع الإخوان ديالنا والأشقاء ديالنا المختلف في البلدان ديال العالم. ولا يسعنا إلا نشكر الصاهرين على هذا الملتقى الدولي، وإن شاء الله نتمنى وإن شاء الله تكون عنده واحد النتيجة إيجابية على القطاع ديال الصيد بصفة عامة في المغرب، وكذلك على الصيادين التقليديين اللي حنايا كمهنيين كنتمنى إن شاء الله تحل واحد العدد ديال المشاكل اللي هي حقيقة مشاكل مستعصية. ومن هذا المنبر مرة أخرى كنطلب من السيدة الوزيرة المحترمة يعني إحياء الحوار مع قطاع ديال الصيد التقليدي، لأنه نظرا لهذا الفترة الصباحية راه تلقينا واحد العدد ديال الشكايات من مختلف المناطق في المغرب لحل حالات المشاكل اللي هي كتكون واردة. أما بالنسبة للقوانين اللي هي واحد العدد ديال القوانين اللي خرجت للوجود بلا ما نسيقوا لها الأخبار، بلا ما يكون عندنا عليها أي دراية. وبهذه المناسبة مرة أخرى كنطلب من الوزارة الوصية حل والتقرب من قطاع ديال الصيد التقليدي وحل المشاكل ديالو. وشكرا.